فتره من الفترات، مش هقول الاهلي كان هيتخلى عنه، بس مبدئيا ما بحبش كلمه الاهلي مش طرف دي، يعني بلاش الاكليشيه دي، يعني ايه؟ يعني نحترم عقولنا. رسمي مش طرف، ماليش دعوه. وانا قلت لك رسمي هو مين اللي قانونا، بس اقول لك على حاجه، انا بديني فرصتي، انت قلت ساعتين الاهلي مش طرف، بس هو رسمي مش طرف يا فندم اقول رايي، بس هو لا الاهلي طرف، لا طرف ونص، يعني امال مين اللي طرف؟ ثلاث ارباع كمان، لا كامل بس وثلاث ارباع والله كامل بس انا مش اتلعبت بذكاء، اتلعبت، لكن الاهلي طرف في السفر والرجوع والكلام ده، لكن انا مش عايز اتكلم في تفاصيل. اللي حصل النهارده ده احلى نهايه للسيناريو، كهربا كسبان، الزمالك كسبان، الاهلي كسبان، اللعيبه ركز. هنقعد بقى نتكلم في تفاصيل مش عارف ايه بتاع. بس ايه رايك في فكره تقول لك اصل ما دفعش بالدولار، اصل دفع بالدولار؟ لا على فكره ده بص، ما انت وضحتها، الناس فاهمه ان انت الدولارات دول هياخدوا ويروح مثلا في الكشك كده اتهبد اصلا، الكشك كده اتهبد لا يعني هو مش فاهمين يا كابتن شوقي، لما حد يجي له فلوس من بره حتى اللعيب انت لازم تخش البنك، انت عارف الاجراءات دي طبعا. فانا شايف لا، اي مؤسسه مال عام ما ينفعش اصلا ايوه ما هي يغير في سوق ولا يسحب ولا يشتري. وبعدين الناس لسه عايشه في دوشه برضه، يعني الناس المفروض الجماهير خلاص الموضوع خلص. لا طب واحنا هنحط فرضيه ليه؟ من الاساس ان انت هتحوله فلوس، انت عندكم التزامات دولاريه محتاجينهم دولار. طب دلوقتي فلوس كهرباء لما تحب تحولها لدولار هتعمل ايه؟ هتحولها فين ان شاء الله؟ هتدفع فلوس سبورتنج لشبونه وخالد بوطيب، والضحك ده منين؟ يا مضحكين. اقدر اترجم كل لعيب عندي امكانياته ايه، وده يلعب وده ما يلعبش، وده يبقى اساسي وده يبقى احتياطي ويبقى ده الثالث. ده لغايه بقول لك احمد حمدي الماتش اللي فات لما نزل ادى بريق لنادي الزمالك وبيروح على الجون والكلام ده. انت عايز اللعيبه دي، اللعيبه اللي انما حاطط لي دونجا وحاطط لي رؤى، واخد بالك في ماتشات. دونجا قدم النهارده بشكل يا عم ده فرقه واقفه على ال 18، ده الوحيد اللي راح له اداله كوبري. ده لو فرقه بتهاجم خلي بالك ماتش الاهلي اللي جاي دوت اللي بقى الاختبار بجد، احتمال دونجا يتطرد فيه. لا مش قوي كده. ليه في حكام اجانب؟ ايوه ليه هيكون في بس خلاص اسمع بقى الكلام وحطه في دماغك. وبعد كده اما احنا احنا ان شاء الله جايين يوم الماتش صح؟ ان شاء الله. يبقى بعد كده هفكرك واقول لك فاكر يا اسلام ما قلت لك، لان الحكام الاجانب غير المصريين. مش في دماغه اهلي وزمالك ملوش دعوه، كره دخل كده بغشم هيقول له تيت بره. يا عم دونجا ده لما امك تعمل لك امام عاشور في البيت، ده هدرس الكره المصريه، ده في مصلحه الزمالك انه يطرد، ما كفايه ضحك بقى.